اهلا بيكم حبايبي في وصفة جديدة. النهاردة وصفتنا لذيذة جدا. ايه رأيكم بما ان الاسعار بقت نار؟ فاحنا النهاردة قررنا بقى نجيب كنتاكي البيت ونعمل استريبس الدجاج بتتبيلة خطيرة. تخليها كده مقرمشة من بره وطرية جدا وجوسي قوي من جوه. وازاي نقدر نسويها التسوية الصحيحة، وطبعا كل الكلام ده هيوفر لنا كتير قوي عن بره. يلا بينا نبدأ بسم الله ونشوف هنعمل الجمال ده كده مع بعض ازاي. الفيديو لو عجبك ما تنسيش الاشتراك. يلا بينا نبدأ مع بعض. اول حاجة عندي صدرين كده من الفراخ، ونبتدي نقطعهم تقطيع طولي كده بالشكل ده كده. والتقطيعة بترجع لك، عايزاها اكبر او اصغر من كده ده شيء بيرجع لك. انا شايفة ان الحجم ده كويس قوي. هقطع كل الكمية اللي معايا. انا معايا صدرين زي ما قلت لكم، هقطعهم كلهم بالشكل ده كده. وهركنهم بقى على جنب ونبتدي نعمل التتبيلة الجميلة بتاعتنا. هجيب كده بولة احط فيها كوباية من الدقيق، والبهارات اللي هي بابريكا وملح وفلفل، بهارات فراخ، معلقة من الكاري، ومعلقتين من كاتشب. وهبتدي اخلط كل الكلام الجميل كده مع بعض. وهنزل بالفراخ الحلوة اللي احنا قطعناها صوابع بالشكل ده كده. وهركنها في التلاجة لمدة ساعة، ما تقلش عن ساعة يا جماعة. ممكن تزيد لكن ما تقلش عشان تشرب من التتبيلة تبقى طعمها حلو. تعالوا بقى بينا نعمل الكفر بتاع الفراخ. هنجيب كده كوباية من الدقيق مع نص كوباية من النشا. والبهارات اللي احنا استخدمناها في الأول هنستخدمها برضو تاني، احنا كنا قسمنا الكمية. بعد كده بقى هاجي بالفراخ خدها من التتبيلة وانزل في الكفر اللي هو الخلطة اللي عملناها الدقيق والنشا والبهارات. وابتدي اقلب كده، اغلف كل قطعة، مش هسيب ولا قطعة من غير تغليف. كل قطعة لازم تتغلف كويس قوي. بعد ما اغلفها كويس قوي هحطها في كده في طبق واركنها على جنب بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. اهم حاجة تتغلف كلها. بعد كده هنروح على البوتاجاز، وطبعا لازم النهارده يكون عندنا الزيت غزير، ما ينفعش نحط شوية صغيرين. طريقة التسوية المظبوطة عشان تطلع معاكي مقرمشة من بره وجوسي كده وطرية من جوه، لازم يكون كمية الزيت غزيرة. نحط الزيت على النار وعلى نار عالية. الزيت يسخن كويس قوي، ومجرد الزيت ما يسخن هبتدي اوطي العين علشان الفراخ تبتدي تستوي براحتها، تاخد الوقت الكافي بتاعها وتستوي. ما نعليش العين نقوم تاخد لون بسرعة وتفضل نية من جوه. تمام كده. بعد ما خدت اللون الذهبي الجميل ده على نار هادية زي ما قلت لكم، واتقلبت على الناحيتين، هبتدي بقى اشيلها على مناديل عشان تصفي اي زيت فيها بالشكل ده كده. شايفين هي كده خلاص تمام قوي. اللون ذهبي ومقرمشة من بره وطرية وجميلة جدا من بره من جوه. ده سبب ان احنا عملناها في زيت غزير وعلى نار هادية. بعد كده بقى قدمناها بألف هنا وشفا. شايفين مقرمشة جدا من بره وطرية وجوز حلوة أوي من جوه. جنبها بقى شوية بطاطس محمرين، جنبها طحينة، ووجبة جميلة جدا. وبدل احنا بقى ما رحنا الكنتاكي احنا جبناه في البيت، وأوفر بكتير قوي، ويعني أنضف وأوفر وكل حاجة. فكده وصفتنا انتهت، وأتمنى تكون عجبتكم. أشوفكم بخير في وصفة جديدة. إلى اللقاء، باي باي.